الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم على أهم أسباب آلام الصدر، اللي هو الألم في الصدر الشمال. أهم آلام الصدر هو طبعا أن يكون في حاجة في القلب نفسه زي الذبحة الصدرية، أو التهاب، إن ضربات القلب سريعة. ضربات القلب سريعة دي بقى ممكن تكون من الأنيميا، ممكن تكون من ارتجاع المريء، ممكن تكون من التهاب القولون، ضغط على القلب. حاجات بقى ضغط على القلب تعمل مشاكل وتعمل ضربات قلب سريعة. وممكن تكون التهاب في الغشاء المبطن للقلب، ودي حالات نادرة اللي هي البريكارديتس، بريكارديوم او الغشاء المبطن البلوري المبطن للقلب، وبرضو دي حاجة نادرة. او الغشاء البلوري اللي مبطن للرئة اللي هو البلوريزي. كل دي اسباب ممكن تعمل ألم ونغزة في الصدر الشمال. الحقيقة الرئة بس هي اللي ممكن التهابات البلورة او البلورايتس بلوريزي دي بس ممكن تعمل في الناحية اليمين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.